أسوان بشكل عام كمنطقة كبيرة اللي جاية منها، بما ان احنا قلنا ساجيتاريوس وساجيتاريوس ريليتد بسخمت، تمام، واللي هو الأقواس، فاحنا عندنا دلوقتي ارتباط تاني، أسوان وسنو. أسوان الجذر بتاعها في اللغة المصرية كلمتين، الأولى حرف الإس وبعد كده كلمة ونت، وكلمة ونت اللي هي بتترسم بالأرنب، تمام، وكلمة أرنب معناها أو كلمة ونت اللي هي to be الوجودية، to be الوجودية، التشكيل، المانيفستيشن. ولما بنحط الاس في الاول اسمها اس اوف كوزاتيف اللي هي الاس السببيه، فيبقى المكان اللي فيه بيبقى اسباب الوجود، تمام، الذي يسبب الايه الوجود، اللي بيسبب المانيفستيشن على الجانب المادي، فهو مكان الايه الوجود. ولو بصينا للجزء بتاع النيل فاحنا البدايات بتاعه الفيضان هتبدا في الجزء بتاع أسوان امتدادا لحد النوبة، فإذا هو بدايات الإيه؟ الوجود، بدايات الفيضان، بدايات الفلادنج بقى بشكل عام. الفيضان ده أو الفيض في المشاعر والفيض في الصحة والفيض في كل شيء، كل الإيه؟ الجوانب، زي ما المية بيبقى فيها الفلادنج بتاعها وبتفيض، فإذا في انرجي كمان على الجانب السبيريتشوال أو الفلسفي، بيبقى فيه برضه فايض من الايه؟ من النعم الثانيه او الانرجيز الثانيه. والجزء الثاني برضه المرتبط باسم اسوان هو كلمه سنو. وسنو لما تتكتب ويتحط فيها كلمه اس وواو وان عاديه، ولكن المخصص هنا مختلف، اللي بيبقى محطوط فيها الرو اللي هو السهم، اللي هو بتاع ساجيتاريوس، القوس، السهم ده. والسهم ده من ضمن الحاجات الجميله جدا ان الاطباء في مصر القديمه الطبيب اسمه سنو، وكان دايما بيبقى بيستخدم سهم او ستوك صغيره كده علشان يعمل الخلطات العشبيه والطبيه مع بعضها، خاصه السائله ايه منها. فكان دايما السهم ده هو برضو ريليتد بمخصص كلمه سنو بمعنى ايه؟ بمعنى طبيب. فهي كمان ارض الايه؟ الطب، ارض التداوي، ارض الاستشفاء، فهي مرتبطه بالسنو. الطب مرتبط باسوان واسوان مرتبطه بالايه؟ بالطب. ومن الحاجات الجميله جدا كمان ان كلمه سنو لما دخلت في القبطيه فدخلت زي ما هي من سون او سنو الى سين بمعنى طبيب، وبيتحط في القبط الصعيدي حرف الالف واللام التعريفيه اسمها مد، فبقى عندنا مد سين اللي هو الطبيب، واللي طلع منها علم الطب وجات منها ميديسن في اللغه الحديثه بتاعتنا. فاذا اسوان وسنو وميدسين وميديسن، كل ما ذكر الطب اتذكرت ايه؟ اسوان وارض الطب والاستشفاء معاه.